النهارده هو خامس يوم ليا في اسبانيا، تحديدا مدينة برشلونة. اخر الكوبري اللي ورايا ده المفروض ان فيه اشهر شارع في برشلونة اسمه لا رامبلا. You have a VIP ticket, please welcome. هتفرج على دانس شو فلامينجو عالي قوي. ده المفروض ان ده ميدان، ده لوحده كده متحف. المفروض ان ده اشهر شارع في برشلونة، لا رامبلا. الشارع متعة بمعنى الكلمة، وزحمة بقى ايه ما بيخلاش. المرة دي هنعمل تجربة اكل في المطعم بتاعي، مطعم علاء الدين في اسبانيا برشلونة. Viva Palestina! سامعين اجراس سجرادا فاميليا؟ لما تيجي تقف قدامه جسمك يقشعر. عارفين يعني ايه جسمك يقشعر؟ والله شعر ايدي وقف. مكان فظيع ليه رهبة غريبة. سجرادا فاميليا. النهارده هو خامس يوم ليا في اسبانيا، تحديدا مدينة برشلونة، وبالأمانة ما كانش ينفع أرجع الدنمارك من غير ما أصور لكم شوارع المدينة دي بكل تفاصيلها وحوادثها. وانا دلوقتي رايح مكان اسمه سيتي هول تياتر. سيتي هول تياتر ده هشوف اكبر شو للرقص الفلامينجو الاسباني الكتالوني. انا متاخر فمش عارف اديكم مقدمات ولا توالي. هلو Hello, do you have ticket? يس، حاجزين التذكره VIP وهندخل نجرب. هو بيأكد على التذكره مع بعض بقى، سهره بقى. Yes, you have a VIP ticket, please welcome. اوكي ثانك يو. هو اداني VIP تيكت لان انا المفروض ان انا حاجز التذكره دي VIP زي ما انتم شايفين كده اهو. شغل بقى ايه فاخر. كل اللي انا عارفه ان انا هتفرج على دانس شو فلامينجو عالي قوي. يعني انا مبسوط ويا رب تكونوا انتم مبسوطين. هلو هنا بقى دخلنا احنا. You have 3 options. اوكي Let's go. هنا بقى كانت هي بتقول لي قدامك 3 اوبشنات، بالكوني، فيرست لاين، سكند لاين. فانا ايه هاخد البلكونه اللي هناك دي عشان ايه نبقى مستعدين للسهره بصراحه. يعني I need drinks but not alcohol. You have juice and cola. Maybe you have Red Bull. Red Bull, yes. بتقول لي ان انت ليك درينكين، فبقول لها انا عايز ريد بول بس من غير تلج. بعد ما خلصت تصوير وتعبان مش شايف قدامي، كنت محتاج ان انا اكل بصراحه. مشيت كده اهو لقيت في كوبري قوي قوي. اخر الكوبري اللي ورايا ده المفروض ان في اشهر شارع في برشلونه اسمه لا رامبلا. احنا بقى رايحين نستكشف لا رامبلا ده. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. ممكن نعمل تجربه اكل، ناكل حاجه، معرفش. انا تعبان من التصوير بالامانه، متبهدل جدا، بس يلا احنا مع بعض. بعد كده جيت للتمثال ده المفروض ان ده ميدان، ده لوحده كده متحف. وهناك بقى شارع لا رامبلا ده. 5 minutes before the show starts. I'm gonna ask you for your signature. البنت اللي انا كنت بكلمها من شويه دي كنت انا بسالها عن تاريخ المسرح ده، فبتقول لي ان ده من 5-6 سنين كان مسرح بس بيتعمل فيه حفلات، ومن قريب يعني بدا يتعمل فيه الرقص الفلامينجو ده لحد الساعه 12، وبعد الساعه 12 بيبداوا ديسكو. يعني شغل انترتينمنت يعني. Flamenco is a priceless treasure that different cultures and civilizations, from the Greeks and Romans to Christian Jews and Muslims through dialogue and cultural fusion, have kindled over the centuries in the south of the Iberian Peninsula. To complete the picture, at the end of the 18th century, this original version of flamenco was further shaped by the dazzling personality of the gypsies. Since that time, for the people inhabiting the geographic triangle which lies between the mines of La Unión in Murcia, the pastures of Badajoz, and the marshes of southern Andalusia, هنا تقريبا الناس هتدخل لان هم انا سامع صوت دب. على فكره يا جماعه الرقص الفلامينجو ده اصلا تراث اسباني.
طبعا كل بلد بزورها بلاقي فيها عادات وتقاليد وثقافات مختلفة، ومن ضمن الثقافات الفنية والجميلة اللي شفتها في برشلونة هي موسيقى ورقص الفلامينكو، وده كان باين جدا من خلال تعدد المسارح اللي هناك اللي بيتم فيها عرض النوع ده من الفن. المفروض ان ده اشهر شارع في برشلونه، لا رامبلا، بفكرني بفرنسا بشارع الشانزليزيه. يعني الشانزليزيه هو عباره عن شارع فيه براندات كبيره جدا. لو تفتكروا الفيديو ده اللي انا كنت بتكلم فيه عن مميزات وعيوب باريس فرنسا، لا رامبلا ده شكل تاني مختلف، بس بالامانه عجبنا اكتر. الشارع متعه بمعنى الكلمه، يمين وشمال ناس قاعده، قعدات رايقه جدا، كلها مطاعم، محلات صغيره كده في النص زي اللي انتوا شايفينها دي، وزحمه بقى ايه ما بيخلاش. يعني احنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 9:30، الناس زحمه وحياه ما بعدها حياه. فلامينكو هي نوع من انواع الموسيقى الاسبانيه اللي بيقوم على اساس الموسيقى والرقص، وكان واضح جدا ان في تاثر متبادل للفلامينكو مع الموسيقى الاندلسيه، وده هتحسوه في بعض انواع الموسيقى في شمال افريقيا من خلال طريقه الغنى وجيتار الفلامينكو وتاثره بالعود. سامعين اجراس الساجرادا فاميليا؟ ما كانش ينفع ادخل برشلونه وما زورش الساجرادا فاميليا. دي كاتدرائيه رومانيه كاثوليكيه من قديم الازل، لسه ما خلصتش. لما تيجي تقف قدامه جسمك يقشعر. عارفين يعني ايه جسمك يقشعر؟ والله شعر ايدي وقف. مكان فظيع، ليه رهبه غريبه. Feeling when one entered the church of entering heaven on earth. تم تصميم الكاتدرائية من خلال مهندس معماري أسباني الأصل اسمه أنتوني غاودي، وده كان ما بين سنة 1852 لسنة 1926، وبيعد عمله في المبنى جزء من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وعليكم السلام حبيبي. أنا من مصر. من مصر. مصر أم الدنيا. أنت منين؟ باكستان حبيبي. الناس هنا جميلة وناس عسل بالأمانة. وهنا أعلن كبير المهندسين المعماريين جوردي فولي إن كنيسة ساجرادا فاميليا تم اكتمال بنائها بنسبة 70% في أكتوبر 2015، وده من خلال رفع 6 أبراج ضخمة عشان يتم اكتمال بنائها بحلول سنة 2026. ده قدام ساجرادا فاميليا يا جماعه، يا رب تكونوا انتوا شايفيني، شايفين الجمال. دي اسبانيا، دي برشلونه يا جماعه. والناس هنا بالضحك وانا في النص. بتتميز كنيسة ساجرادا فاميليا بتصميمها الفريد من خلال 18 برج مختلف بيتراوح ارتفاعهم ما بين 90 إلى 170 متر، وبكده بتكون هي أعلى برج كنيسة في العالم.
حبيت اعمل لكم تجربة اكل، بس المرة دي بقى مش في شوارع برشلونة. المرة دي هنعمل تجربة اكل في المطعم بتاعي، مطعم علاء الدين في اسبانيا برشلونة. اوف، تقريبا بيقفلوا. Do you close؟ No, it's closed, yeah. انا مصري دنماركي. مصري الدنيا. انا قريت في جوجل ان انتوا هتقفلوا الساعة 1. نو هذيك الجمعة والسبت. الجمعة والسبت. فيفا فلسطينا. من فلسطين بنشجع. فلسطين المخيم معني حلو من فيفا لبنان. مارويكوس. اسمك ايه؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا. حسن. وحسن من مصر. أنا إيمان من المغرب. ايمان من المغرب. حسن من مصر. المخيم فلسطين احلى ناس. انا كان نفسي اصور هنا، ماليش حظ، قرر هاجي ان شاء الله. ربنا يخليك. ما تنسوش ان احنا كنا صورنا مطعم علاء الدين برضو في النرويج، وده دلوقتي مطعم علاء الدين في اسبانيا برشلونة. انا موجود في كل الدول، اسمي عامل علامة ونهاركم زي الفل. بتضم كنيسة ساجرادا فاميليا 3 وجهات مختلفة، كل وجهة بتعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة في تاريخ المسيحية. وحصلت الكنيسة في سنة 2015 على جائزة نوبل العالمية في العمارة، وبتعتبر كنيسة ساجرادا فاميليا واحدة من أهم معالم الجذب السياحي في برشلونة، وده طبعا بسبب زيارة 4 مليون سائح سنويا ليها من مختلف أنحاء العالم. ساجرادا فاميليا. ناس جميلة وناس عسل، وانا مبسوط ان انا في برشلونة اسبانيا المقاطعة الكاتالونية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعموني وتكتبوا كومنتات، وتعرفوا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنة ان شاء الله هنعملها وهنوصل لها، عشان احنا قدها وقدود، وانا بتعب علشان خاطر اخواتي ونهاركم زي الفل، والسلام عليكم.